السلام عليكم. أنا جاي النهاردة أقول شكرا لهيئة الدواء المصرية إن أخيرا أصدرت قرار لبعض المستحضرات الطبية أو بعض الأدوية الطبية إنها ممنوع تصرف إلا بوصفة طبية، رغم إنها غير مدرجة من ضمن جدول المخدرات، وده طبعا بسبب إن بعض الناس بيسيئوا استخدامها وبتسبب لهم تعود أو إدمان. واول دواء هقوله في الفيديو ده، وبعد كده هقول في فيديوهات تانية برضو تباعا باقي القرارات. دواء اسيزوبيليكون، المادة الفعالة بتاعته اسمها اسيزوبيليكون، فيها تركيز 1 مللي و2 مللي و3 مللي. اشهر دوايين في مصر موجود فيها المادة دي هو النايت كالم والسليب ايز بتركيزاتهم الواحد والاثنين والثلاثة. ممنوع تصرف الا بروشتة، والروشتة بيتم ختمها وطبعا ما بتتصرفش الا من خلال الصيدليه. فبالتالي لما بتروح تسال الصيدلي عن الدواء ده، من فضلك انت كمريض ما تروحش تسال الا بروشته، ما تروحش تسال الا بروشته. وللعلم الدواء ده النايت كالم او سليب ايز لو استخدم اكتر من 3 اسابيع ممكن يسبب تعود وادمان، فخلي بالك ما تاخدهوش فتره طويله. سلام عليكم.